ازيكم يا حلوين؟ النهارده هحكي لكم حدوتة لولي والنجمة في كوكب لو كنت. لولي وصلت لمكان غريب وكان حواليها بيبان كتير. لولي سألت وقالت احنا فين؟ النجمة ردت وقالت لها ده كوكب لو كنت، المكان ده بيوريكي اختياراتك وبيعرفك على نفسك اكتر. النجمة قالت لها ورا كل باب موقف حصل معاكي قبل كده. لولي مدت ايديها وفتحت اول باب. لولي قالت انا فاكرة اليوم ده كويس، انا فعلا كنت بلعب مع اصحابي وبعدين لقيت طفلة صغيرة محتاجة مساعدة فسبت اصحابي ورحت ساعدتها، ووقتها صحابي زعلوا مني. النجمة قالت لها يا لولي انتي عملت الصح، لازم نساعد اي حد محتاج. وفتحت لولي باب تاني، الباب ده وراها موقف كانت فيه محتارة ومش عارفة تجاوب وكانت خايفة ترفع ايديها، بس في الاخر رفعت ايديها وقالت الاجابة بس طلعت غلط. كانت مكسوفة قوي عشان قدام صحابها. النجمة قالت لها اهم حاجة انك حاولتي. وفتحت لولي الباب اللي بعده، الباب ده كان صوت قلبها. لولي اول ما فتحت الباب حست بهدوء، الدنيا هادية قوي. لولي بدأت تسمع صوت بسيط قوي طالع من جواها. الصوت ده بيقول لها وبيطمنها انا معاكي حتى لما بتتلخبطي، انا اللي بقولك اهدي وفكري، انا دايما معاكي. والنجمة قالت للولي انتي لازم دايما تسمعي صوت قلبك. وبعدها ظهر باب تاني ولولي حست انها خايفة شوية. النجمة قالت لها ده باب الخوف، مش لازم تفتحيه لو خايفة. بس لولي فتحت الباب واتخضت وقالت انا شايفة في حاجة هناك بتجري، انا خايفة قوي. النجمة قالت لها اهدي بس وبصي كويس. لولي بدأت تهدى وبصت كويس، لقيتها لعبة صغيرة بس الظل للأسف كان مكبرها ومبينها انها وحش. لولي ضحكت على نفسها وقالت ده مش وحش، دي لعبة. النجمة قالت لها الخوف بيكبر لما مش بنواجهه، انما اول ما بنواجهه بنكتشف انه اصغر بكتير من اللي في خيالنا. لولي قالت لها انا مش لازم اهرب تاني، انا لازم اواجهه. لولي فتحت باب جديد. لولي لما فتحت الباب لقت ناس كتير قوي بتتكلم وقعدت تقول لو سمحتوا حد يسمعني، انا عايزة اقول حاجة. انما للأسف مفيش حد مهتم بكلامها. وساعتها النجمة قربت منها وقالت لها انا سامعاكي يا لولي، اتكلمي. لولي بصت للنجمة وقالت لها انا ليه محدش بيسمعني، كأن صوتي مش واصل. النجمة قالت لها ما تزعليش نفسك يا لولي، بس اللي بيحبك هيسمعك بجد. النجمة قالت لها وصلت يا لولي لآخر باب، الباب ده هيسألك مش انتي كنتي عايزة ايه، لأ، ده هيسألك انتي عايزة تبقي ايه. لولي قلبها دق وقعدت تفكر في كل المواقف اللي حصلت معاها اليوم ده، وقعدت تفكر هي عملت ايه وكان المفروض تعمل ايه والصح ايه. لولي حست بأمان وانها مطمنة وقالت انا هسمع صوت قلبي. كل المواقف اللي انا مريت بيها دي علمتني حاجات مهمة قوي. الإجابة كانت صح والباب اتفتح ولولي دخلت. لولي كانت فرحانة وحضنت النجمة وقالت لها ده كان أحلى يوم في حياتي. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.